مولاي عبد الله حتى في اوروبا الشرقيه ما كانش عندهم ملاعب. هذا هو جماليه هذا الملعب الرائع الذي ايضا تم ترميمه. هذا الملعب الجميل وهذه الملاعب الجميله. لما اشوف اماميه بشو ما عادش تقارنها بالمغرب خاطر راهم بالميكرو هربوا بينا هروب. مش نقارن انا. هو يقارن عبد الستار قارن، انا والله لا قارنت، وريتك الفيديو كاو. السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم جميعا، مرحبا بكم في قناتكم RL بليس. اليوم غادي نشاهدوا كيفاش كانوا كيتكلموا الاعلام العربي على مباراة المغرب ضد النيجر وكذلك ملعب مولاي عبد الله. نتابعوا جميعا. انا عبد الستار امبوسيبل ما تتقارنش. كله مع شوف عام 2014 لعبت في المغرب، وشوف انا لعبت في الرجاء، وشوف الملاعب اللي عندهم عام 2014، وشوف انت الاكاديميه اللي عند محمد السادس، حاجه راهم من وراء الخيال، راهم حاجه راهم عندها حتى في اوروبا. هم عندهم الملاعب، عندهم المتاحف، عندهم الاكاديميه نتاع محمد السادس، عندهم السياحه، عندهم السياحه. دونك معناتها هربوا بينا هروب الحقيقه. اعطينا الملاعب داخل الملاعب خاصه، شاهدوا الارضيات. هذه ارضيه ملعب مولاي عبد الله. رسالتي لهم ان يحافظوا على هذا الصرح، على هذا المعلم وعلى هذه الملاعب العالميه. كيف شويه على المغرب، احكي على الارضيه. كاليتي تختلف برشا على خاطر الملاعب في المغرب فما شركه خاصه اللي هي ماخذه على عاتقها الملاعب الكل، خاصه ارضيه الملاعب والكاليتي نتاع الكازون. فما معناها دي سبيسياليست وديزاباري جايبينهم من برا، وشركه ما نجموش نسميو اسمها، لكن هي اللي هي شركه اوروبيه. لا شركه مغربيه، شركه مغربيه، لكن عندها ماخذه معدات اوروبيه، وتجيب حتى اخصائيين من اوروبا. في بعض الاحيان نبداو في حصه تمارين يوخروا شويه التمارين لانه فما صيانه والا فما عمليه تفقد الملعب من قبل الشركه هذه. معناها ما تعطيك الملعب الا ما تبدا الحاله نتاعو براتيكمون. معناها لو قمنا بمقارنه مع الموجود في اوروبا بالنسبه لحاله العشب في المغرب براتيكمون نفس الكاليتي، وفما حتى بعض الملاعب اللي افضل شويه على خاطر فما صور كي تشوفهم الحقيقه. معناها في بعض الاحيان مثلا ملعب بركان اول ما تدخل عندك الامبرسيون انه ملعب عشب اصطناعي، تلمو معناها العشب اخضر والنوعيه معناها مشكل، تلقى معناها الارضيه صلبه، تلقى الكاليتي معناها ممتازه جدا، تخليك حتى تلعب بالكره وتتمتع بالكره، ما تلقاش ديفيكولتي حتى في معناها في كسوا سورتو في لي جيست تكنيك، في الفراب دو بال، باش تلعب كره لي باس قصار كل. دونك راهو هذوما في كل مدينه تلقى زوج ثلاثه ملاعب. يريدك انه الطقس نتاع المغرب يشبه طقسنا. طبعا هذا هو ملعب مولاي عبد الله الجميل والجميل جدا، احد الملاعب العالميه التي نفتخر ونعتز بانها متواجده في بلد شقيق مثل المغرب. وتحبوا تقارنوا، ايش تقارنوا؟ كان الا العمل اللي يجيب، الا الطرفا يا سيخونا الملك كرة القدم. يا ناس اللي تحبوا تتبعوا كرة القدم وتحبوا الحق، ما تحبوش الكذب. ما كنت ديموند هذيك الله هذيك يحب يخدم ينال، ما تخدمش يجوزوا الناس عليك كي تيجي في، وانت راك مازال تولي كيما هذيك اللي خرجوها من حاجه مليحه افونسي لارير، تقعد غير افونسي لارير ما تافونسيش. عطيتك هذا مثال في بلاصتو يا سيخونا. البنيه التحتيه ككل، السياحه، النزل، القطار السريع التي جي في اللي باش يكون حاضر بقوه في المغرب للربط بين المدن الموندياليه. دونك المغرب تستعد الى او تستعد احتضان كاس العالم 2030 رفقه البرتغال واسبانيا. وكل دوله متقدمه لازم تلقى فيها المواصلات يعني من اعلى طراز، والاتصالات من اعلى طراز، نقل مهم جدا من اعلى طراز. هذوما حاجات مهمه برشا. اليوم المغرب عرفت على شنو تبني مشاريعها، عرفت على شنو يعني تخلي شعبها اليوم يفتخر يعني بالبنيه التحتيه اللي عنده. العالم الكل نصور يحكي على المغرب. فوزي لقجع قال معناها انه كاس افريقيا جاي باش تكون ولا ما صارتش معناها في تاريخ كره القدم الافريقيه، من تيرانات من الانفراستركتور اللي عملوها. يعطيهم الصحه نحيوهم. احنا كتوانسه معناها المغاربه الجزائريه هذوما كل معناها اخواتنا. حاجه تفرح لانه المغرب نجاح المغرب يعني نجاح شمال افريقيا، نجاح ليبيا تونس الجزائر، حاجه يعني ما نجموش ننكروها. نتمناو انه القادم يكون افضل لانه المغرب شوف المغرب متاثره برشا يعني باسبانيا وتاريخ اسبانيا يعني والمنشات والبنيه التحتيه غاديكا. دونك حاجه مهمه برشا. انا نقول لهم يعطيكم الصحه. واردت اليوم ان اضع اسقاط على ما يحدث في البطوله الوطنيه في وقت احنا هنا ما زالت الناس على بلاش وين تلعب، ما عندهاش ملاعب. نضربوا على شكون يقعد في الجنوب او في المدرج الجنوبي في ملعب 5 جويه منعرج، شكون يقعد في المدرج او المنعرج الشمالي. الناس راهي تتطور وراهم جيراننا ما همش بعاد علينا كثير. الفريق راهو يحقق في القاب وراهو يتطور من عام الى عام ويريد ان يصل. هذا هو الهدف، والهدف هذا ياتي بعد المركز والنادي تاع الفريق وبعد الملاعب الجواريه اللي عندهم. تصوروا اين وصلوا اليوم. شاهدوا والله نغيروا برك، احنا ما راناش نحسدوا، ولكن مادام احنا دير على الاقل
تعاند في مراكز، في ملاعب، كما دارت ليون في فرنسا. باريس سان جيرمان ما عندهمش ملعب تاعهم، راح يبني واحد، راح يديروا ملعب وعطاو التوقيت وقتاش يخلص. هاو الملعب في اون 3 دي، ملعب رائع، ولكن يا ريت الدوله الجزائريه تعاند المغرب فقط. هذا الملعب الرائع لهذا الملعب الجديد بقياده الرئيس الجامعه المغربيه فوزي لكجع، كان لما وضع البرنامج تاعو الهدف تاعو الاول قال لهم اننا نبنيو هذا الصرح، هذا الملعب، قال لهم هذا هو الاوبجيكتيف تاعي نيميرو 1 باش يولي عندنا ملعب خاص. شوفوا الناس كيفاش راهي تتطور، كيفاش راهي تعمل، كيفاش راهي تخمم على بلادها، لانه هذا عمل لصالح الوطن ايضا. لما يولي عندك ملعب بحجم هذا الملعب الرائع اللي تم تصميمه هكذا اون 3 دي، لكن راح تشاهدوه بعد مده زمنيه محدده. هذا الملعب الرائع علي بن شيخ، امور مثل هذه نتمنى نكونوا عايشين ونشوفوها في نوادينا الجزائريه، لما لا؟ ان شاء الله هذا واش نتمنى. الملعب ما عندي ما نقول، واش المشروع هذا مشروع روعه. شوف الناس وين لحقت يا اخي، ماشي قال نقولوا لونجلترا عندهم تقاليد فوتبول صح، عندهم ولا مش عارف، ولا السعوديه عندهم الاموال ولا الصفات ديالهم كلوب بيان اورغانيزي. علاش شاك فوا نتايا تمد ليكزومبل بهم؟ قلت لك هما ممكن مارسي ما عندهمش واش عندهم هادو، صح. الله ما تمثليش تمثل بهذا. شوف ذاك الملعب هما يشوفوا لبعيد، هذا الملعب يولي يدخل لهم العجب، باسكو لي بوتيك لي ماغازان لي كدا الفندق فيه كلش العجب. ولوبجيكتيف تاعهم قلتها انت بيان، ولا ما داوش كوب دي موند في هذا وما يديوها في هذا الملعب، بهذا الملعب، ولا ما داوهاش في هذه العوام اللي كاين يديوها بهذا الملعب. هم الاوبجيكتيف تاعهم توجور نروح بعيد. سمعوا الفيديو، هذا الملعب اللي هو ملعب المستوى، هذا ما فيش لابيست تاع الاتليتيزم ولا باش تجيك صعيبه، باين ملعب جميل، ملعب عالمي خويا، هما عطوا له القيمه ديالو. على كل حال ان شاء الله يعاودوا يشوفوا هذا، يعاودوا يتريتيوها، باسكو ماشي حاجه زعما اللي ما تقدرش تعاود. جوهر هذا الملعب بيان سور كان طوب باسكو كانوا يسوقوا ليك الناسيونال، كانوا يوجدوه تاع مومون، ماشي وين الاعلاميين ولا كيجي يصوروا حاجه تكون الارضيه لاباس بها، وما يكونوش الاعلام وما يكونش ما تكونش الهضره يطلقوها كاع مكان. هذا الضيف اللي عندنا احنا الجزائريين، ملاعب وما عندناش الملاعب، كي ولينا لحق الجزائر وقيله يلعب وقيله، ولينا في الوقيله. اليوم حيني اليوم وقت اللي عندك ماتش في نيلسون مانديلا ويكفيك الوقت حتى 23 مارس رضوان باش يولي الغازون مليح. اموين كيما قلت لك ما خليناش باك نكمل امين، ما عندكمش ثقه في الغازون اللي خدمتوه، ما راحش يشد. ورا المشكل كاين مشكل، راكم تقولوا ملعب عالمي، جاب ربي ملعب عالمي ما يتاثرش بلقاء في الاسبوع. هو ممكن باش المنتخب الاول يلقاه جاهز يكون 100% جاهز. احنا المنتخب الاول على عين والراس، على احنا ضد فريق وطني ماشي ضد فريق وطني، يجوا يلعبوا نورمال، ورا مشكل يقدر يلعب في وهران، يقدر يلعب في قسنطينه، يقدر يلعب في عنابه. هذا هو فريق وطني. انا جاب ربي فريق وطني ما يلعبش غير في براقي، باسكو فريق وطني تاع الجزائريين كاع غدوه ماذا بيا انا فريق وطني يلعب في عنابه، يروحوا يشوفوا العنابيين في قسنطينه في وهران، نلعبوا في وهران. طبعا هذه الحاجه احنا لازم في براقي نو، علاش احنا نشوفوا ليكيب دي اسبانيا يلعبوا في فالونس، يلعبوا في مدريد، ليكيب دي ايطاليا يلعبوا في سان سيرو، يلعبوا في سامدوريا. انا نشوفوا قاعد يسمع احنا غير في الجزائر نو، لا لازم براقي كيبراسيون. لا خويا هما اللي سيتيتهم هاد لي ناسيون اللي سيتيتهم دوكا في سامدوريا وروح هذوك عندهم الملاعب وعندهم الملاعب، احنا عندنا الملاعب وما عندنا الملاعب. والله اخوتي لا هذا القجا باغي يفرق على الجزائر المراره، والله اخوتي لا هذا القجا باغي يسكت لهم القلب. هذا هو المدخل ديال اللاعبين، يعني المنتخب المغربي من هنايا والمنتخب ديال النيجر غيدخل من هنايا، فهمنا؟ والكاميرا غتكون هنايا. شنو غتشد الزليج المغربي يا جدك، هذا راه زليج مغربي، راه بالفسيفيساء ولا بالسفيساء ديالكم. هذا راه ماشي زليج كبير وطبع فيه الزليج ونقول حقا راه زليج جزائري، هذا راه مصاوب حبه وحده الفسيفيساء يا جدك. بغا يفرق عليكم المراره، التيران كله فقتكم وحمقكم، زاد كمل عليكم بهذا الزليج هذا هو المدخل اخوتي. تحفه بمعنى الكلمه، يعني حاجه تفرح. لانه شوف المغرب وصلت التركيز عليها كبير وباش ينظموا مونديال وكذا، خاصه هي احد التجارب اللي تستبق تنظيم كاس العالم. بلاد باش تنظم كاس العالم معناها كاس افريقيا بالنسبه لها حلوه وبسكوت، فما منظومه كامله، فما سيستم، والمغرب ولات تفيزي معناها يمنه ويسرى.
فبالتالي اعتقد انه قطار الكره المغربيه لن يتوقف. كان مشينا لاستاديت لي بيرو ديتود نتاع البرا وجبناه ما نجيوش على شفت الكابتن الكاف شنو بعثت للفيدراسيون تاع تونس؟ اللي ننصحكم تعاقدوا مع شركه عالميه كونسلتيو شركات مختصه في صيانه العشب وفي بناء الملاعب. من الناحيه التنظيميه التنظيمية. والكلام اللي سمعته انا معناها مصطلحات نتاع فتونا بعشرات السنوات ومئات السنين وهذا كله. راه مش عيب يا توازة، مش عيب باش تستعينوا بخبرات اجنبيه في التنظيم في تصميم الملاعب. رانا ما عندنا حد شيء، ما مش عيب، بالعكس الناس الكل تعمل هكا في العالم. علاش احنا الدعوه الفارغه هذه اللي عندنا باش بعدش نعملوا استاد عليه باش نطيحوه بعد؟ وانا قلت لهم راه استاد سوسه طيحوه ما حدش يطيحوه. كابتن صعيب علينا من تونس، اخترنا من تونس. كيف المغرب كابتن عنده امكانيات واراده سياسيه، يعني أي. الملك محمد سادس قاعد يحط في الفلوس كابتن لتنظيم تظاهرات كيما هكا وللترويج لصوره المغرب. يا خويا شو هذه لافون بريمير تاع كاس افريقيا، وكاس افريقيا لافون بريمير تاع كاس العالم. معناها انت ماشي في مراحل حتى توصل للعالميه. هذا هو، وهما قايمين بالواجب، يعطيهم الصحه. استراتيجيه ناجحه ناجحه في ترويج صوره المغرب في العالم. هذا هو. السلام عليكم. عن ملف فيه ملاعب ومنشآت رياضية من الطراز العالمي وهي جاهزة. الرباط فيما يتعلق بالملاعب نتحدث عن 4 ملاعب عالمية. في الرباط. ستكون نسخة أنا أظن ستكون من أحسن النسخ عليه، لأنه كل الظروف ستمهد والملاعب مهمة جدا. متمرسين المملكة المغربية 9 ملاعب و6 مدن تحت طبعا هذه الكأس. أكادير، مراكش، فاس، أكادير، مراكش، رباط ودار البيضاء. فاس. وعلى مستوى حضور الجمهور لن يكون يعني 4. أكيد الحضور في الرباط سيكون أكبر. لا صديقي فؤاد، المنتخب المغربي سيواجه منتخب النيجر يوم الجمعة المقبل في لقاء قد نقول أنه تاريخي، على اعتبار أنه سيذهب بالمنتخب المغربي للمونديال للمرة السابعة، وهذا ما نتمناه. التعادل يكفي المنتخب المغربي. أيضا هذا اللقاء سيجرى في المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله في حلته الجديده، ملعب عالمي، ملعب اسطوري. وايضا هناك مواجهه مغربيه بين بدو الزكي ووليد ركراكي، بين المعلم والتلميذ. نعم. يعني بين بدو الزكي اللي كان يعني هو اللي اختار وهو اللي جاب يعني وليد الركراكي للمنتخب لما اشرف على المنتخب المغربي في العام 2003، ولما احدث ثوره بتعاقدات في تلك الفتره جديده مع وجوه ذات تجربه ووجوه شابه. فبالتالي ننتظر هذه المواجهه، مع العلم ان نتذكر كيف ان النيجر خلق متاعب كثيره للنخبه المغربيه في لقاء الذهاب الذي اجري بمدينه وجده، حيث كان السباق للتسجيل وحققنا الفوز في الانفاس الاخيره من المباراه. كما ذكرت صديقي عبد الله، اللقاء تاريخي بكل المقاييس، والمعيار الاول هو ان غنجريو اول مباراه في التحفه المعماريه، هذا الملعب الخارق للعاده، ربما ماشي معايير دوليه، معايير اكثر من الدوليه ديال المركب. والمحظوظ هو من سيقوم اما بتغطيه هذه المباراه دورها كمتفرج. هذا ماشي الحظ ديالنا غير معني نكونوا مدينه طنجه، كاين زملاء اللي غادي يمشيو يتكلفوا لنا بالمهمه. فكما ذكرت لقاء حاسم يكفينا نقطه من اجل تحقيق التاهل، في هذا في المتناول. لكن الاكيد عبد الله ان الانظار ستكون كلها متجهه لطريقه ولوج هذا الملعب وطريقه يعني الانسان كيفاش غادي يتابع المباراه في ظروف اللي ربما تليق بكبريات الانديه والمنتخبات العالميه. والجميل يعني في هذه المباراه هو ان ربما هي مباراه تاريخيه كما قلت سابقا فؤاد، ومؤهله لكاس العالم، ولكن ربما يعني المتعه هو ان دخول هذا الملعب اللي هو كما قلنا ملعب اسطوري. المغرب اليوم يحقق ريمونتادا في المعماريه في الملاعب صراحه. يعني مدينه الرباط 4 ملاعب بمواصفات عالميه، المركب الرياضي، الملعب الاولمبي، ملعب مولاي الحسن، وايضا ملعب البريد. يعني 4 ملاعب سي محمد. طنجة على بعد أسابيع فقط من إتمام ملعب طنجة الكبير، مراكش، أكادير. يعني ثورة أو ريمونتادا حقيقية في الملاعب على مستوى المغرب. الحمد لله الرهان اللي كان هو أنه نكونوا موجودين. جميع الظروف الحمد لله كانت مواتية وملائمة باش أنه الملاعب توجد. الحمد لله وجد الملعب ديال الأمير مولاي عبد الله. نمشيو نشوفوا. محظوظ أنني خذيت واحد التذكرة باش نحضر إن شاء الله المباراة ونشوف الملعب كيفاش غادي يكون، ونتمنوا على أنه الولوج للملعب والتنظيم كذلك الدخول للملعب يكون بطريقة اللي مزيان، ونديروا بروفا كان بروفا على المستوى ديال كيفاش نسيروا الجماهير وكيفاش الجماهير تدخل. منتخب مغربي مرعب. شنو هو مرعب؟ يخوف
بالاسماء بالارقام؟ اولا الساعه باش من خاطر الوقت قاعد يداهم فينا. المغرب 30 سنه الاخرى ديما عندها لاعبين متميزين، ديما تلقاهم يلعبوا في رق عالميه كبيره. نحكيو على جيل نتاع عزيز بودربيلا، ونحكيو على كريم وتيمومي، ثم نمشيو نليبد وقت الجيل هذاك مصطفى حاج كاس العالم وبصير ثم نمشيو الاجيال توا بونو الاجيال هذه الكلها رغم التميز نتاعها ما خلاتش بصمه في كره قدم مغربيه، ما هزتش لقب كبير. عليه؟ لانه الملاحظين الكل يقولوا المغرب عنده فريق عنده فرديات محترمه برشا، لكن ما عندوش فريق. وقت اللي المنتخب المغربي عمل الفريق والاسماء الكبيره ذي اندمجت في روح المجموعه، تفكير المجموعه، المنتخب المغربي تألق تألق كبير. المكسب الكبير للمغرب اضافه للملاعبيه هذوما هو مدرب متميز جدا، عنده القبول وعنده الاحترام، هكا ولا بقي، وعنده الاحترام. بعد البيرفورمانس الكبيره بتاع كاس العالم صار التراجع، وكانت نكسه كبيره في كاس افريقيا. رغم هذا الكل استرجع المنتخب المغربي الاشعاع نتاعو والقوه نتاعو. كان نحبوا الاسماء والقيمه التسويقيه للمنتخب المغربي، ما نحكيوش على المستوى الافريقي، خليني نهزك لبعيد على المستوى الاوروبي. يتفوق على بعض المنتخبات الأوروبية الكبيرة كقيمة تسويقية للاعبين. كي نقول لك أنا أشرف حكيمي بركة 60 مليون يورو هكا، كي نقول لك إبراهيم دياز اللي اختار المنتخب المغربي، وهنا قوة الاتحادية المغربية لكرة قدم وكيفية إقناع اللاعبين هذوما. أخيرا فما دو فولي باش نخدم بها وباش ما نطولش برشا لانه الموضوع طويل ياسر. المغرب تخدم في القاعده نتاعها على مستوى الشبان نتاعها داخل المغرب، ولكن كذلك تشتغل الدبلوماسيه الرياضيه على مستوى الاقناع خارج المغرب. الخزان المغربي للاعبين اللي ينشطوا خارج حدود الوطن هو خزان كبير وكبير ياسر، ورغم الاغراءات الكبيره من منتخبات عالميه فانه المنتخب المغربي ومسؤولين قدروا انه يقنعوا لاعبين بانهم يكونوا اخرتها اللي سجل ثنائيه اللاعب امل من امال ديشان حب عليه امل الياس بن صغير هذاك سيدي خويا ربح برشلونه وحده جمعتين التالي مع موناكو. هذاك كان ابرز لاعب امام برشلونه وما ادراك. سمير، النقطة اللي أثارتها أنت مهمة جدا، هي الدبلوماسية الرياضية. تعرف وزن المغرب في الكاف، وفوزي لكجع الرجل القوي داخل أسوار الكاف. المغرب تعتبر تير داكوي باللغة الفرنسية لكل المنتخبات اللي ما عندهاش ملاعب مؤهله لتيران ماهمش اومولوغاسيون، ماهمش اومولوغي في كره القدم الافريقيه. دونك تستقبل كل المنتخبات. شكون توا نسجل على منوال المغرب؟ الكوت ديفوار تير داكوي دي بيي سون ستاد اومولوغي. الكوت ديفوار عندها 6 ملاعب اومولوغي في كره القدم الافريقيه. تونس عندها ملعب وحيد هو ملعب حماد العقربي في رادس، وملعب فيه نقائص وعيوب كبيره لا يليق لا بالمنتخب الوطني التونسي لا بالانديه التونسيه. باش نرمي الكره الباكي كان تحب تفضل. على مستوى الدبلوماسيه الرياضيه، واحنا داخلين على انتخابات الكاف في مارس. حاليا باكي عنده الكواليس، انا مؤكد طبعا مش نحكيو في اكثر تفاصيل، انه المغرب حاليا في معناها سياسه قوه وضعف وكذا وعركه كبيره ياسر، وتدفع بمرشح اخر. صحيح. التموقع الرياضي الافريقي والمغرب هنا باش تلعب دور رئيسي وكبير ياسر في اللعبه هذه الانتخابيه اللي باش تصير في مصر.